قسما بالله الكريم أصبحت كرة القدم مهزلة. تخيل هذه الأسماء ضمن التوب 10 لأفضل وأحسن اللاعبين في العالم والمرشحين للفوز بالكرة الذهبية أو البلندور لهذا الموسم: جود بلينغهام، كيليان امبابي، هاري كين، فينيسيوس جونيور، فودن ورودري وإيرلينغ هالاند وفيرتز وكروس. كل الأسماء متواجدة بكل جدارة واستحقاق، بما أنه قدموا موسم مثالي واستثنائي مع أنديتهم، إلا وجود ليو ميسي. فعار على ذلك التصويت، وعار على صحيفة فرانس فوتبول والفيفا بتواجد ليو ميسي ضمن التوب 10 لأفضل وأحسن اللاعبين في العالم والمرشحين للفوز بالكرة الذهبية أو البلندور. شنو قدم ليو ميسي هذا الموسم مع نادي انتر ميامي الأمريكي؟ كافي سرقات للكرات الذهبية، مثل ما سرق الكرة الذهبية من شنايدر، ومثل ما سرق الكرة الذهبية من انيستا، ومثل ما سرق الكرة الذهبية من اكزافي. برأيكم وجود ليو ميسي ضمن التوب 10 لأفضل وأحسن اللاعبين في